مرحبا بكم في القناة وصفات شهيواتي. نتمنى تكونوا على خير وبخير. قناتنا لإعجابكم واخا أنني تنغيب ما بين فيديو وفيديو. اليوم ها كيف تشوفوا درنا ستيك ديال الدجاج ديال صدر الدجاج، تنصوبو في الدار، تنقطعو الراسي، تنفصلو الدجاجه وتناخدو منها الصدر الفريت ولي بات ديال هذا الفيس مع المايونيز والمايس والطون، يعني حاجه خفيفه ديال الصيف. هاد الخبز البرجر متعوده عليه، تنديرهم للساندويتشات، الماكله هكا ناشفه تعجبوني معمرين بزعلوك. راه المغاربه كلهم يعني من العشاق ديال الخبز مع زعلوك. بسم الله، نبداو على بركه الله. كيف تشوفوا الصدر ديال الدجاج تنقطعو فيلي ندقو شويه باش يرقاق، ما تيبقاش غليظ بحال هكا. انا تنصوبو بيدي، والعطريه راها اختياريه. انا تندير الملحه، الابزار، شويه تومه او توم غبره، والبصله غبره اللي عنده، وصويا صوص. هادشي اللي تنحتاج. غادي نخلطوا جميع العناصر. راه ماكله خفيفه وسهله، يمكن لك تشري الفيلي واجد. صويا صوص هي شويه. نخلط بيدي باش العطريه تدخل. من بعد غادي نلفوه بفيلم المونطير ونخليوه واحد الوقت يشرب. كاين اللي تندير بعض المرات موطاغ معاهم وبعض المرات لا، او تنديري موطاغ بوحدها مع العطريه مع الملحه والابزار بركه، تيجي ولدات وزوينين. تشوفوا هذا، تشوفوا اللون ديال الصويا صوص راه باينه، ولكن تتلددهم. غادي نلفو دابا ونخليوه في الثلاجه. غنرجعو ان شاء الله من بعد يشرب لنا، ونوجدو السلطه اللي غادي نرافقوها به معاه والفريت ان شاء الله. السلام عليكم. احنا من بعد رجعنا، ها هو دابا غادي نديرو الدقيق الابيض، ونديرو البيض باش ما يشربلناش الزيت، وعاوتاني نرجعوه باش يجينا زوين. نديروه في البيض، نقطعوه مزيان ونديروه في لا شابلور. هو من الاحسن تصوبوه بكري وتنديروه في الكونجيلاتور تيشد راسو، ولا بغينا نديروه هي مره الدقيق والبيض وتنرجعوه لا شابلور باش يشد فيه بلا ما ندوبلو له، يعني تين والوقت اللي عندك. المهم تبقاو هكا حتى تنكملو.
حنا درنا دابا الزيت سخون ونخليوها تسخن شويه، ماشي تكون مجهده، هي على ما تسكت من داك صوت الزيت. تنجربو بواحد الطريف، شوفوا درجه الحراره. الزيت سخنات كي شفتيوها. تنخليوها هكا حتى تتحمر لنا من جوج جهات. كيف تتشوفوا القليه الاولى كملات. دائما تنقولوا الكميه ديال الماكله على حسب العائله اللي كاينه في الدار، يعني الكميه ديال جوج الناس ولاد واحد ولاد ديال ثلاثه، ماشي هي ديال الناس اربعه وكثر، يعني كل واحد حر هو اللي تيحدد الكميه اللي توالمو. من بعد قليناهم كيف تتشوفوا جا لونهم زوين. دابا غادي نديروا الشلاضه اللي غادي ترافقهم. لي باط راني بريتهم ودابا غادي نخلطوهم ان شاء الله. السلام عليكم، رجعنا لكم. دابا هذه لي باط صوبناها، سلقناها في الماء والملح والزيت، وهي سريعه دغيا تنديروها تبرد، ندهنوها بالزيت قبل ما نخبعوها في الثلاجه. تنضيفوا لها طون المايس. دائما تنهضر على الكميه، كل واحد وعلى حسب. الملحه حتى تنشوفوا هي والمايونيز، وتنخلطوهم مزيان. المايونيز حتى هي الكميه اللي تتحبوا، كاين اللي تبغيها غاطسه في المايونيز. والملح والخل راه حنا درناهم في المايونيز مصوب في الدار، يعني من بعد نخلطوها مزيان. غادي نحددوا الكميه زعما على حسب الذوق المذاق. تنبقاو هكا حتى تنخلطوها مزيان، وراها تتجي لذيذه في الصيف، خصوصا الصيف دابا الماكله هذه ديال الصيف. وهادشي تيحبوه الدراري حيت فيه الطون والمايس ولي باط، عشق ديال الدراري الكبير والصغير. عاد نرجع معكم فاش نحطوها في الطبله.